نبدأ من عادي. الأول خالص هقول قصيدة بعنوان الوطن الحجري للشاعر الأستاذ مصطفى الجزار. في الأقصى طفل ثوري معه أحجار في يده يرميها نحو يهودي قد دنس ساحة مسجده. في الأقصى طفل ثوري معه أحجار في يده يرميها نحو يهودي قد دنس ساحة مسجده. حجر ويتابعه حجر ليذوق العزة في غده. الطفل ضغيرته نفدت ما عادت أحجار ترمى قد سدد كل حجارته في وجه الشيطان الأعمى. فدعا اللهم حجارتنا نفذت فارزقني اللهم وتملك معوله فورا ليهد حجارة منزله. ما عاد يفكر في عيش في مسكنه أو مأكله واستأنف قذف حجارته لم يخش رصاصة مقتله. البيت حجارته نفدت ما عاد به حجر واحد فأتاه الجندي الأعمى والطفل بمحراب ساجد فرماه فمات يرددها وينادي أينك يا خالد. زعماء الأمة قد علموا ما يحدث للطفل المقتول فتناقش كل عن سبب للقتل ومن كان المسؤول ورأوا من بعد مباحثة سببا ورأوه هو المعقول. أحد الزعماء يقول ربوع القدس يعيش بها أحرار يرمون بكل حجارتهم في وجه الأعداء الأشرار. فأرى أن نرسل طائرة فورا وستملأ بالأحجار نمد الإخوة في الأقصى بالعون فذاك هو الأحسن. أما الأموات أو الجرحى إكرام الميت أن يدفن. أنهى المذكور قصيدته العصماء وباركه الإخوة والقمة تمت ناجحة بسلام ناعمة رخوة والطفل هنالك منتظرا إمدادا من أهل النخل. شكرا.